واخيرا يا جماعه المدارس رجعت، وكالعاده نيجي وديدي صحيوا الساعه 6 الصبح يعملوا اللانش بوكس بتاعهم. فتحوا التلاجة يجيبوا التونه لقوها خلصت على طول. رحت فاتحه ابلكيشن طلبات ودخلت على طلبات مارت وطلبت كل حاجه هنحتاجها. صراحه ابلكيشن طلبات انقذني الساعه 6 الصبح وجاب لهم كل الحاجات اللي هيحتاجوها للساندوتشز بتاعتهم في تلت ساعه بالظبط كان موجود. في حاجتين نيجي وديدي ما بيستغنوش عنهم ابدا في اللانش بوكس. اول حاجه توست النوتيلا بيحبوه جدا جدا، وعاده كمان بيدخلوه في التوست، بس المره دي عملوه عادي كده، بيحطوا توست وبعد كده شويه من النوتيلا، بعد كده بيقفلوا التوست، بعد كده بيحطوها في اكياس الثلاجه وبس كده. دي اول حاجه بيعملوها. تاني حاجه بقى بيعملوها نيجي وديدي يا جماعه بيعملوا احلى تونه هتاكلوها في حياتكم. على فكره هم كمان ما كانوش بياكلوا التونه، بس بعد ما عملوها بالطريقه دي بقوا بيعشقوها. اول حاجه صفوا الزيت خالص من التونه، بعد كده بيحطوها في طبق، بيحطوا عليها معلقتين كبار خل ومعلقتين كبار مايونيز، وحطوا رشه من الملح بس ما تزودوش قوي عشان ما تحدقش معاكم. وانا قلت اتدخل بقى واحط التاتش بتاعي وحطيت معلقه كبيره من السراتشا. ممكن تحطوا هوت صوص وقلبوا بقى الكلام ده كله مع بعض. ممكن نحط التونه في لانش بوكس ونخزنها في التلاجة او نعملها ساندوتشز في ساعتها وياخدوها في اللانش بوكس للمدرسه. لازم بجد تجربوا التونه بالطريقه دي، حتى لو مش بتحبوها صدقوني هتعجبكم جدا جدا جدا، هتبقى كمان احلى لو حطيتوها في عيش بلدي، هتبقى خطيره. يلا نزلوا ابلكيشن طلبات عشان هو اللي هيحل لكم الازمه وهيجيلكم على طول. وكمان لو محتاجين اي حاجه لاولادكم خشوا على طلبات، هتخشوا على قسم باك تو سكول هتلاقوا كل حاجه محتاجينها لاولادكم للمدرسه، وهنستنيكم تجربوا التونه. يلا باي باي.